تعالوا مع بعض نشوف الفريق اللي مشرف الكرة العربية واخد تصنيف عالمي. وبصراحة هو أكنه الفريق البرازيلي اللي كسب فعلا البرازيل الأصل، وهو منتخب المغرب اللي واخد تصنيف عالمي، أعلى تصنيف في القارة، وهو الفريق المنتخب الشباب تحت 20 سنة في كأس العالم. تعالوا نشوف قائد منتخب البرازيل للشباب بيقول إيه بعد المباراة. ياغو بيقول لك: غادرنا المباراة بمرارة الهزيمة، وكانت مباراة صعبة علينا، وكنا عارفين اللي هو كان الماتش صعب قدام المغرب، لأن المغرب فريق قوي جدا. وبعد الهزيمة أعتقد والتعادل مع المكسيك هنحاول، طالما لينا فرصة اللي احنا ممكن نقدم عرض قوي قدام أسبانيا ونكسب، طالما هنحارب على التأهل لسه الأمل موجود. طيب تعالوا نشوف مدرب البرازيل رامون قال ايه. قال لك: هذه النتيجة مؤلمة لينا جدا، وكنا ندرك صعوبة اللقاء، وكنا الأفضل في المباراة، لكن ما حققناش أي أهداف ولم نسجل أي أهداف أو كرة إيجابية في المباراة. أنا مش عارف إزاي كنت الأفضل وأنت ما سجلتش أي أهداف أصلا. أنت مغلوب 2-1 وأنت فريقك واخد تصنيف عالمي. بس هو طبعا لازم المدرب يقول كده، لأن أي كلام سلبي هيجي عليه هو كده. يبقى المغرب متصدر المجموعة ب6 نقط، والبرازيل عنده نقطة واحدة، لكن قدامه فرصة وأمل إن هو يكسب أسبانيا عشان يتأهل. خلينا نتكلم بقى كلمة حق ونقول يا جماعة إن المنظومة الكروية للمغرب مش الشباب بس، لا الكبار كمان. الناس دي كلها ماشية بمنظومة وبوتيرة صح في اتحاد الكرة المغربي. المغرب هو أعلى فريق حاليا بيصدر نجوم، هو أعلى فريق حاليا بيكسب أي حد، مفيش أي فريق بيقف قصاده. لكن المغرب بس فاضله ان هو ياخد البطولات القارية زي منتخب مصر، لكن منتخب مصر على الصعيد الافريقي هي اقوى بالنسبة للكرة الافريقية. لكن كتصنيف عالمي المغرب هو اقوى، لانه واخد تصنيف عالمي كبير، خصوصا بعد كاس العالم اللي فات للكبار طبعا، لما كسب كل الفرق القوية، كسب اسبانيا والبرتغال وبلجيكا فاوعى تفتكر ان هي صدفة ان فريق الصغير بتاع الشباب فريق قوي، لا، كل مراحل السنية وكل الفرق المغربية قوية جدا. غير ان هم عندهم قاعدة ناشئين قوية ومحترفين على اعلى مستوى، لا هي المغرب فعلا بتصدر مواهب في الكورة قوية جدا. الكرة المغربية كرة جميلة وبتشرف الكرة العالمية دايما، وبالتوفيق لكل الفرق العربية والمصرية بالأخص، ونتمنى التوفيق لكل الرياضة العربية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.